طبيعة العقارات وخصائصها. طبيعة العقارات وخصائصها. فالعقار دي موجودات ملموسة وذات حزمة من الحقوق. ما علينا. خصائص العقار دي ليه خصائص مادية وخصائص اقتصادية. والخصائص المادية يعني هي باختصار هي خصائص فيزيائية، اللي هي ثبات العقار وعدم قابلية العقار للتلف، زائد عدم تجانس العقار. يعني احنا عندنا عقار هنا وجنبيه عقار تاني، الاتنين جنب بعض مختلفين عن بعض في المساحات وفي التصميم وفي الشكل الخارجي وفي كل شيء. العقار غير قابل للتلف، والعقار هو ثابت لا يستطيع أن يتحرك. العقار ممكن يغير المنطقة أو شكل المنطقة بعينها. الخصائص الاقتصادية للعقار، أول حاجة فيها هي ندرة العقار. تاني حاجة تعديل العقار أو تطوير العقار. العقار اللي موجود ممكن نغير شكله كله أو ممكن نطوره. الميزة العسل خالص في العقار استمرارية الاستثمار. هو احنا معانا عقار بنستثمر فيه، طول ما العقار ده موجود طول ما في استمرارية في الاستثمار. بقى في حاجة الأخيرة اللي هي تفضيل الموقع. الناس كلها عفوا يعني احنا المنطقة ليها رغبة معينة في السكن، فكل الناس بتروح للمنطقة دي علشان كل الناس بتسكن في المنطقة دي. زي مثلا التجمع الخامس، ليه سمعة كده أو رؤية معينة. فالسمعة دي أو الرؤية دي هي دي تفضيل الموقع. الموقع ده مفضل لفئة معينة من الناس إن هم يسكنوا هنا. فمن هنا جت الفكرة زيادة الطلب والشراء في المنطقة دي بعينها عن أي منطقة تانية. وشكرا لكم.